الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فانتهى بنا الحديث إلى الموقف مما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. قال رحمه الله: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، أي ما وقع من خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واقتتال، يمسكون عنه فلا يخوضون فيه بألسنتهم، إذ أنهم لم يخوضوا أيضا فيه بأيديهم، فيقولون تلك شجار سلم الله أيدينا منه فلنسلم ألسنتنا منه. ويمسكون عن هذا ويعطون قاعدة عامة، يقولون هم مجتهدين أئمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بين بين مجتهد مصيب له أجرين ومجتهد مخطئ له أجر واحد. ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم، يعني بعض الأشياء التي رويت في كتب التاريخ وليست في كتب السنة الصحيحة، فهذه الآثار المروية كلها أو كثير منها كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، لأن الرواة الذين في الأسانيد يحرفون، فليسوا كلهم ثقات هؤلاء الذين في كتب التاريخ. قال: وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون، يعني ما صح منه وذكر هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون أي لهم أجرين، أو مجتهدون مخطئون لهم أجر واحد. يقول: وهم مع ذلك، يعني أهل السنة، لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يقع الإثم، يقع المعصية من الصحابة، كما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يرجم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة في الزنا، ومنهم من سرق وقطعت يده، وهكذا، يعني وقع منهم ذنوب وقيمة حدود، فنحن لا نعصمهم من الذنوب، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم، إن كان هذا صدر حقا وثبت، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. لماذا الصحابة يغفر لهم شيئا لا يغفر لمن بعدهم؟ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لغيرهم، فهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا معه وجاهدوا معه وصلوا خلفه، وأول من آمن به. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث عمران. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالله لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا أيضا في الصحيحين. والحديث الآخر أيضا الذي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تغزون، فيقال: هل معكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح لكم. ثم إنكم تغزون، فيقال: هل معكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح لكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تغزون في الثالثة، فيقال: هل معكم من رأى من صحب من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: فيفتح لكم. هذا دليل على أن هذه القرون أيضا ثلاثة هي خير القرون، كما في الصحيح هذا الحديث أيضا في الصحيحين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا من بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بدر: يا عمر لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين هم أحق الناس بشفاعته، أولى الناس بأن يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه. أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. وهذا في الذنوب. يقول: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. يقول: ثم طبعا مثل هذا نقول لو كان ذنبا محققا. قابل المسور بن مخرمة رضي الله عنه معاوية بعد أن تولى الخلافة معاوية،
فكلمه مسور بشدة وقال: إنك قاتلت عليا وأخطأت وفعلت. فقال: يا مسور، ألك ذنوب؟ قال: نعم. قال: ترجو من الله أن يغفرها؟ قال: نعم. قال: فما الذي جعلك أرجى مني لرحمة الله؟ يقول: فخصمني معاوية. يعني إن كان قتالي معاوية عن ذنب وقعت فيه، خلاص أستغفر الله وأتوب إليه، انتهى الأمر. ولا ذنوبك أن تغفر وأنا ذنوبي لا تغفر؟ فهل حجب عني مغفرة الله؟ هذا إذا قلنا أنه ذنب محقق، فالله يغفر لهم. كما قال رجل أخذ يتكلم في معاوية بعد عصم، قال: يا هذا المتكلم، أما خصم معاوية فخصم كريم علي رضي الله عنه، وربه رب رحيم، فما دخلك أنت بينهم؟ تجي تقول إلا أبا أسب هذا وأشهد لهذا. هذا مسكين الذي يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان سعيد بن المسيب يقول: من ترحم وترضى عن معاوية رضي الله عنه وعن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأرجو أن يرفع عمله، يقبل عمله الصالح. وأما من تكلم في أبي عبد الرحمن يعني معاوية رضي الله عنه فلا أظن أنه يرفع له عمل، يعني إذا تكلم في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانوا يقولون: معاوية بوابة الصحابة، من تكلم في معاوية بيدخل يتكلم. فقال واحد: قلت معاوية رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولكنه قاتل عليا، قاتل جدي، هذا يدعي أن عليا جد. قلت: وعائشة وطلحة وزبير قاتلوا جدك بعد، يلا عطناهم، تكلم فيهم بعد ولا لا؟ ألم يقاتلوا في الجمل؟ فإذا قلت معاوية قاتل عليا وأنا بسب عشان قاتل عليا، خلك زيدي وسب أيضا عائشة وطلحة وزبير لأنهم قاتلوا عليا في الجمل. فهو بوابة الصحابة. أول ما تبدأ تقول قاتل، طيب وأخي غيره تقاتلوا الصحابة في طلحة والزبير وعائشة. بتكون رافضي، كن رافضيا مرة واحدة وسب. فنقول لك: علي رضي الله عنه ترضى عنهم وقال لابنه الحسن: لا تكره إمرة معاوية، فوالله لئن ذهب معاوية يعني مات معاوية لتندرن الرؤوس من كواهلها. تشوفون الرؤوس تقطع. يقول الحسن: فمن أجل ذلك تنازلت الخلافة لمعاوية. فالسكوت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الواحد لا يتكلم فيهم إلا بعلم أو يسكت بحلم، لا يتدخل ولا يخوض فيهم فينام أحدا منهم أو يسب أحدا منهم ثم يخاصم يوم القيامة فيؤتى بك يقول الصحابي: هذا سبني، لما سببت؟ يلا تكلم. يقول: لا، إذا كان في خطأ مثلا، يعني يقول نتكلم بالنصوص مثلا لا نجاوزها، تقتل عمارا الفئة الباغية، نعم نقول هذه فئة باغية، لكن الفئة الباغية ما المطلوب معها؟ إن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ما هو أمر الله؟ الصلح، لأن الله عز وجل قال في أول الآية: فأصلحوا بينهم. طيب فاءوا إلى الصلح، ورضي علي رضي الله عنه بالصلح، وفاءوا وانتهوا وأجمعوا على الصلح، وإيش تبغى أنت منهم؟ خلاص فاءوا ورجعوا إلى الصلح وانتهى الأمر الذي بينهم. يقول: لكن فئة باغية، نقول انتهى الأمر، علي رضي الله عنه اتفق معهم على الصلح، ما عارض إلا الخوارج، هم اللي خرجوا على الصلح وقالوا: تصالح معاوية وتكتب علي بن أبي طالب أنت لست أمير المؤمنين، إذن أنت أمير الكافرين، وخرجوا عليه وقاتلوا، وفرح بقتاله للخوارج ولم يفرح بقتال علي رضي الله عنه لم يفرح بقتال معاوية ولا بقتال الجمل والصفين، وإنما فرح بقتال الخوارج. حتى أن علي رضي الله عنه قال: لله مقام قامه سعد بن أبي وقاص، لأن عدد من الصحابة اعتزلوا القتال، 10,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلوا، ما خف لها إلا 30 صحابي، والباقين من غير الصحابة الذين كانوا يقاتلون معه، 30 فقط، و10,000 معتزلين في بيوته لا يقاتلون في الجمل ولا في صفين. فعلي رضي الله عنه يقول: لله مقام قامه سعد بن أبي وقاص، إن كان هذا الذي اعتزله خير، يعني قتال الجمل والصفين، فما فاته إلا خير يسير، وإن كان شر فقد اعتزل شرا كثيرا. والله المستعان. والكلام فيه في هذا الأمر يطول يعني، لكن قد بينا في دروس أخرى فارجعوا إليها. قال: ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح.
ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وعدل وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. لا شك أن الصحابة هم الصفوة من هذه الأمة، ومن نظر في سيرهم نعم وفي ما فعلوه لنصرة هذا الدين رأى الشيء العجب رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك بالإجماع أفضل أصحاب الأنبياء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أفضل الأنبياء، وأفضل الصحابة أو أفضل الرجال بعد الأنبياء أبو بكر ثم عمر، هذا بالإجماع، أبو بكر وعمر أفضل من كل أصحاب الأنبياء الذين سبقوه. قال: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. لا شك أن كرامات الأولياء ثابتة، وأن الله عز وجل يكرم عباده، ومن أعظم الكرامة الثبات على الاستقامة حتى الممات، أن يستقيم الإنسان على دين الله حتى يموت على ذلك، هذه أعظم كرامة. وقد وجد في الصحابة من حصل لهم كرامات، مثل عمران بن الحصين كما في الصحيح أنه يقول: كنت أسمع تسليم الملائكة، فلما أصابته البواسير اكتوى، يقول فانقطع التسليم، فرجعت البواسير بعد مدة فرجع التسليم، فلم أكتوي فرجع التسليم. فعمران بن الحصين كان يسمع تسليم الملائكة. وأيضا سيد بن حضير كان يقرأ القرآن فنزلت ظلة من نور يشاهدها، يقول كان قناديل وكانت خيله تجفل وخاف على الصغير وهو كان يقرأ في سورة البقرة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك السكينة من الملائكة نزلوا لما قرأت، فلو قرأت لرأوهم الناس في الطرقات، إلى غير ذلك من الكرامات التي حدثت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة لما يقرأ في تراجمهم وفي سيرهم تجدون كثيرا منها. من الكرامات التي تحدث للمؤمنين في وقت الدجال، وقت الفتن، يبصرهم الله عز وجل في طرق النجاة، فالدجال يكشف الله ما في جبينه مكتوب كافارا لا يقرأها إلا المؤمن، قارئ أو غير قارئ، حتى المؤمن الذي لا يقرأ ولا يكتب يقرأ ما في جبين الدجال، كافر يقرأ في جبينه. وأما الذي عنده لغات الدنيا كلها وهو كافر لا يقرأ ما في جبين الدجال، فكشف للمؤمن ولم يكشف للكافر، حتى المؤمن الذي لا يقرأ ولا يكتب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، وغير ذلك من الكرامات. فصل في طريقة أهل السنة في التلقي، هذا أيضا يصلح أن يكون في أول الكتاب، بعض الكتب تقدمه، وهي أصول الاستدلال عند أهل السنة التي يتلقون بها الدين، وهو الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وقياس الأولى، كما ذكرنا أنها طريق طاعتان واتباعان، طاعة الله وطاعة رسوله، واتباع سبيل المؤمنين، واتباع التي هي أحسن. قال: ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذي هو الإجماع، وهم جماعة أهل الإسلام، والإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذه أيضا وصية النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده صلى الله عليه وسلم. وأيضا اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. يقول: ويعلمون أي أهل السنة أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرره في خطبه دائما، يذكره ويقول: ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الكلام كلام الله، وخير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الهدي هو الطريقة والسيرة، فهي تحتاج إلى شخص يطبق الكلام. فأما الكلام كلام الله فلا بد لأحد أن يطبقه، من يطبقه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فالهدي هدي رسول الله، وهو خير من هدي كل أحد. حتى لو جاءك عالم مثلا أو أثر عن عالم قديم له طريقة غريبة يعني مثلا ففيها شدة على نفسه، فانظر إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ودعه، قل هو اجتهد في هذا، ما ندري ما سببه ما خطأه. مثلا يقال أن بعض العلماء مثلا تركوا الزواج لأجل العلم، فتأتي أنت وتقول والله أنا بقتدي بأترك الزواج لأجل العلم، نقول لا، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وقال ابن عباس خيركم أكثركم نساء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا نساء. فلا يلتفت إلى مثل هذه. قد يكون عنده سبب العالم هذا أمر آخر عنده جعله لا يتزوج، لكن أن تقتدي به في ذلك لا، إنما تلتمس له العذر وتقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه. قال فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة. وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، لكن الجماعة معناه ضد الفرقة. وأعلى الجماعة ما هو؟ الإجماع. أعلى الجماعة الإجماع. وأعلى السنة إيش؟ التوحيد، لأن مراتب، فالتوحيد من تركه صار مشرك كفر، فما عاد فيها بدعة. لكن ما هو أقل من التوحيد البدعة، السنة والبدعة. فنقول السنة والجماعة ضدها البدعة والفرقة، ثم أعلى من ذلك التوحيد والإجماع، لأن الإجماع مخالفة كفر، وليس كل افتراق كفر، وليس كل بدعة كفر. ثم بعد هذا التوحيد والإجماع إيش أقل شيء؟ مثلا تجد كل الإسلام يبين لك هذين الأمرين، إما سلوك لاتباع السنة والتوحيد وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ترك للتفرق. مثل إن الله يطلع على الناس يوم الاثنين فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاحن. هذا المشرك أخل بالتوحيد، وهذا المشاحن أخل بالجماعة، سبب فرقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمي الفرقة ويسمي يقول البغضاء بين المؤمنين، قال الحالقة، قالوا ما الحالقة؟ لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، اللي هي شو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحالقة لا أقول تحلق الدين، وهي العداوة والبغضاء بين المؤمنين، أنها تحلق الدين ويسبب فرقة ثم فرقة ثم فرقة ثم يوقعهم في أمور تخرجهم من الدين. فساد ذات البين اللي تسمى فساد ذات البين، يعني العداوة والبغضاء. طيب أيضا النبي صلى الله عليه وسلم تجده في أدنى شعب الإيمان إيش قال؟ إماطة الأذى عن طريق. لماذا؟ يتسبب الألفة، الاجتماع، وتبعد الفرقة. فكل ما يبعد الفرقة ويسبب الاجتماع هذا من أمر الدين، ويتفاوت عن أمور هذه التي تسبب الاجتماع والافتراق. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنبذ الحسد والبغضاء، وكونوا عباد الله إخوانا، وإلى غير ذلك مما يجعل النعمة تتم بالائتلاف والاجتماع. ولذلك حتى الأنبياء يعني هارون وموسى عليهما السلام لما ذهب ميقات ربه موسى ورجع وأولئك عبدوا العجل وأخبره الله عز وجل، فجاء ورأى هارون ماذا فعل؟ أخذ برأس أخيه يجر إليه وأخذ بلحيته. بماذا اعتذر هارون؟ قال يا ابن قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. طيب بني إسرائيل ماذا فعلوا هؤلاء السامري ومن معه؟ عبدوا العجل، شرك، عبادة غير الله. وهنا يقولون بعضهم مثلا يقول إذا خلاص جاء الشرك الفراق ما عاد فيه اجتماع. لا، نقول لا، باقي ما دامك تستطيع أن تأمر وتنهى الحمد لله، أؤمر وانهى وأصلح حتى تستطيع أن تردهم إلى التوحيد. فموسى عليه السلام لم يستطع أن يرد حجة هارون، وهارون يوحى إليه، أليس كذلك؟ ليس نبي. فإذا أمري الجماعة والتوحيد أمرين متلازمين. فإذا حصل فساد في هذا التوحيد حاول أن تصلح قدر المستطاع، ولا تفارق جماعة المسلمين أو تفرقه، وأصلح قدر المستطاع، لأنك مأمور بالإصلاح في هذين الأمرين، في التوحيد والإصلاح في الجماعة، تجمعهم وتصلح ما فسد من توحيدهم.
يعني كما يسمونه التوحيدين، توحيد الكلمة وكلمة التوحيد. قال: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، فهم يزنون بهذه الأصول. طيب، والرابع ما هو؟ قياس الأولى. طبعا هذه أصول، الثلاثة أصول يؤخذ منها، لكن القياس يقاس على هذه الأصول الثلاثة، قاس على هذه الأصول الثلاثة. فهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، يعني الصحابة، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. طيب، لما انتهى من ذكر الأصول شيخ الإسلام بقي هناك صفات لأهل السنة فيما يأمرون فيه وفيما يتصفون فيه من أخلاق، وهذه مهمة جدا أيضا، لأن أهل السنة يطبقون ما يعلمون. هذه من صفاتهم العظيمة أنهم يطبقون ما تعلموه من الكتاب والسنة. لما أخذوا بهذه المصادر طبقوا ما فيها، لا يقولون ما لا يفعلون. قال: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، يعني أنهم يضعون ذلك في ميزانه، فيأمر بالمعروف بالمعروف وينهى عن المنكر بالمعروف، هو بينهى عن المنكر بالمنكر. وهكذا تجدهم أنهم يضعون الأشياء في مواضعها، لكن لا يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، يعني الأمراء الذي حصلت له البيعة كان أميرا عليهم، أو من أمره الأمير الذي له البيعة الكبرى، فإنهم يصلون معهم في الأعياد ويجاهدون عدو الله ويجاهدون الكفار خلفه، وإن كان فيه فجور وإن كان فيه معصية. فهذا من صفات أهل السنة. ولا يخرجون على أئمة الجور، لا يرون الخروج على أئمة الجور بالسلاح. ويحافظون على الجماعات، على الجمع والجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة بعامتهم ولأمرائهم، ولا يشهرون بالنصيحة للأمير، ولا كذلك لا يشهرون بالنصيحة للعام من المسلمين. يعني إذا جئت تنصح أخا لك تنصحه بين الناس وتفضحه، هذه فضيحة، ما صارت نصيحة. فكيف بمن يكون رئيسا أو عالما أو أميرا؟ هذا أيضا لا تنصحه إلا في خاصته، لا تنصحه بين الناس. قال: ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. هذه من الصفات العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن عامر في المسند، قال: ألا أخبرك بخير أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. هذه أفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام، الأحاديث والآيات في هذا كثيرة. وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. وينهون عن الفخر والخيلاء والكبر والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، لأن الاستطالة ممنوعة، أن تستطيل عليه، أن تعتدي عليه، حتى لو كان أول اعتدائك بحق فلا تستطيل، يعني خذ الحق بوجهه من غير أن تظلمه أو تتعدى عليه. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، هذه من أخلاقهم وصفاتهم. أيضا وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره، يعني إذا فعلوا هذه الأخلاق وتدينوا بها فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويخلصون في ذلك لله عز وجل. وطريقهم هو دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي السنة والجماعة، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة.
وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذا ذكرنا لكم من الحديث في الترمذي وغيره، حديث عبد الله بن عمرو. وكذلك جاء عن معاوية وعن أبي هريرة وغيرهم وعوف بن مالك أنه قال: هم الجماعة، فعرفنا أنهم أهل السنة والجماعة. وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، لأن الصديقون هم العلماء الذين جاءوا بالصدق وصدقوا به، والشهداء الذين يستشهدون في المعارك ويجاهدون الأعداء، والصالحون هم المتصدقون الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، فإن لم يجدوا مالا تصدقوا بالذكر والتسبيح والتهليل والأشياء التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها صدقة. وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. لا شك أن هؤلاء هم العلماء. وفيهم الأبدال. الأبدال ورد فيهم حديث ضعيف، وهو حديث أن في أمتي 40 بهم تسقون وبهم كذا وبهم كذا، فإذا مات منهم أحد أبدل الله مكانه أحدا، فهذا لا يصح، هذا باطل يعني الحديث. ومنهم نعم لا ضعيف جدا، يعني ما يصح في الأبدال حديث، يعني نأخذها قاعدة: لا يصح في ذكر الأبدال حديث. الأبدال والأقطاب والأغواث هذه من ألفاظ الصوفية. فابن القيم يقول في المنار المنيف: لا يصح في الأقطاب ولا الأغواث ولا الأبدال شيء، يعني ما يصح فيها حديث. أحسن ما فيها حديث يعني أظن خرج أبو داود وهو ضعيف جدا يعني. ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، لكن على ما قال بعض أهل العلم يقول: إن كان في أبدال فليس إلا في أهل السنة، يعني يقول إن كان في أبدال. وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، كما أيضا في الصحيحين وذكرناه في أول الكتاب انتهينا منه. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله وحده، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خير. هذا اختصرنا كثيرا يعني، لكن لأن الوقت لا يسعف أن يطال في كل قضية يعني. الله أعلم. إذا كان هناك سؤال تفضلوا. بسم الله. المسائل المهمة في العقيدة مثل رؤية الله عز وجل، وكذلك كلام الله، ومسألة الخوارج، أنه ذكرت لنا كتب سلفية يتوسع فيها الطرفين. يعني مثلا المسائل الثلاثة اللي قلنا: العلو والكلام والرؤية، فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في الكلام له 90. التسعينية هذه من 90 وجه رد على المعتزلة وعلى الأشاعرة في مسألة الكلام، وهي 3 مجلدات، حققت 3 رسائل من دكتوراه. وله في العلو 70 تسمى بغية المرتاد، هذه تسمى 70 يرد فيها على من أنكر العلو. وأما في الرؤية فله رسالة لأهل المدينة، وفي رسالة للبحرين، هذه كلها في الرؤية موجودة في الفتاوى يعني، ومفردة أيضا، بعضهم طبعا مفرد. هذه 3 رسائل في المسائل تلك. وقد ألف قبل شيخ الإسلام يعني مثلا في الصفات، ألف لسرد النصوص يعني، مثل الدارقطني له كتب في ذلك في الصفات أو حديث النزول. وله أيضا رؤية الله عز وجل رسالة أيضا، ذكر الأحاديث في الرؤية جمعا. تجد ذكر مثلا في النزول عدد كبير من الصحابة فوق 20، وفي الرؤية أيضا عدد كبير من الصحابة يرون حديث الرؤية في 30 وكذا. والعلو يعني أيضا الآيات فيه تكفي في ذلك يعني، من كثرة الأدلة، قيل فيها 1000 دليل ودليل. فشيخ الإسلام يعني توسع في ذلك، ذكر هذه الكتب. أما في الرد على الخوارج فيعني كتب شيخ الإسلام فيه جمل يعني موجودة، لكن ألف بعض المعاصرين كتب مستقلة، مثل الشيخ غالب العواجي له كتاب الخوارج آثارهم كذا، 3 مجلدات، هو رسالة دكتوراه أظن له، وهو أستاذ يعني كبير في السن يعني، أيضا أنا أدركته في الجامعة الإسلامية. هذا له الكتاب جيد يعني في الخوارج. نعم، أصولهم الاعتقادية وآثارهم أظن، هكذا شيء منها. نعم. السلام عليكم. ذكرتم أن لوح المحفوظ ليس فيه مكتوب الذي سيحدث بعد يوم القيامة. هل يعني هذا أن الأمور ستحصل وليست مكتوبة في اللوح؟ أي ما يلزم المكتوبة، يعلمها الله.
ليس كل علم الله كتب في اللوح المحفوظ، بس ليس كل علم الله كتب في اللوح المحفوظ. كتب القلم كتب ماذا؟ إلى يوم القيامة. فلو أدخلت يوم القيامة أيضا إلى هنا غاية، نعم كل ما في القيامة دخل. طيب ما بعدها الله أعلم. الذي بعد القيامة يشمل المراتب 3 فقط: العلم والخلق أي نعم، هي كلها مرتبتين درجتين، لأن الكتابة من العلم، فنقول علمه وكتبه فما في إشكال. الكتابة من العلم لذلك سمى درجة. وأما المشيئة والخلق شاءه وخلق كلها، يعني شاء وقدر وخلق كلها درجة واحدة، لكن يفصلونها للتفهيم. مثل لما نقول التوحيد كم؟ 3 أقسام، هي نفس هذا التقدير، يفصلونه حتى يفهم. وإلا القدر واحد، هو أن الله أحاط بكل شيء علما، وأنه خالق، وأنه على كل شيء قدير، وأنه خالق كل شيء. هذه كلها أشمل القدر. نعم. ما المقصود بالمكاشفات؟ كشف ما في جبين الدجال هذا مكاشفة ولا لا؟ هذا معنى المكاشفة، أنه ينكشف له. هي الصوفية يقول انكشف لي شيء من الغيب، نقول لا ينكشف إلا ما كشف يعني. فالدجال عندنا أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ المؤمنون ما في جبينه، هذا كشف لهم ولا لا؟ حتى الذي لا يعرف القراءة والكتابة يقرأها وهو لا يعرف يتهجى، فيقول مكتوب كافر يقرأها. وأما الكفار فلا يقرؤون ما في جبينه ولو كانت معهم لغات الدنيا كلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرأ ما في جبينه المؤمن، قارئ أو غير قارئ، كاتب أو غير كاتب، يعني الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يقرأه. هذا كشف، هذا يسمى كشف. نعم. بالنسبة للمتأخرين المشايخ الذين يقولون أن الكلام إنما هو بالمعنى، أن هذا معنى بالنسبة. نعم. هل كل الموجه إنه من طبقات الجهمية، إن قلنا طبقات الجهمية 3: الأشاعرة والمعتزلة والجهمية الصراحة. لا التأويل هو أصلا من الجهل، التأويل فرع الجهل يعني، فتأويلهم هذا خطأ وباطل والله المستعان. لا شك أن الأشاعرة غلطوا في ذلك. وكل لما تقرأ ردود شيخ الإسلام ابن تيمية كلها ردود على الأشاعرة، يعني نقد تأسيس الجهمية هذا يرد به على من؟ على كتاب تقديس التأسيس الذي له للرازي الأشعري، فألف هذا كتابه ردا عليه. والتسعينية هذه التي ألفها شيخ الإسلام وين ألفها؟ في السجن عمره 45 تقريبا. ألفها لما قالوا تقول أن القرآن كلاما نفسيا، أو أن كلام الله كلاما نفسيا قائم في النفس ولم يتكلم بحرف وصوت، وجاءوا يمتحنونه وأرسلوا لها سجان، فقال الأمير سمع منهم ولم يسمع مني، فهذا ظلم، اجمعني بهم ثم أقول ما عندي ويقولون ما عندهم من الأدلة. فذهب السجان وجاء قال لا، يقولون إلا تكتب هذا وتمضي توقع عليه. فأخذ الباب وأغلقه، قال اذهبوا يا مرتدين يا كفرة يا فجرة. وألف في تلك الليلة غضب، كتبها التسعينية ل3 مجلدات، رد عليهم من 90 وجه ببيان أن هذا كفر ورد هذا القول. الله المستعان. السلف حذروا من بعض رؤوس البدعة. بعضنا نجلس هنا وفي بلد العلماء ويقول لا نأخذ العقيدة إلا من بعض من لم يشتهر بالعقيدة، فلما تحذرهم على من أمثالهم محمد المقدسي وابن قتادة، فيستغرب الإنسان في بلد في كبار العلماء مشايخ يشهد لهم بالعلم والصلاح والثبات على الاستقامة إلى يومنا هذا، وفي نفس الوقت لا يأخذ من هؤلاء، إنما ينقلب إلى وينتقل إلى أولئك. فلما يحذر الإنسان يعني يتهم بكل التهم التي ليس لها يعني حقيقة. فما رأيك في هؤلاء وفي تلقي العلم من خلال الإنترنت عن هؤلاء؟ والله هو قال ابن سيرين في زمنه يقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإذا كنت بتفتح اليوتيوب ذا اللي يسمونه يوتيوب أو إيش اسمه يوتيوب، والله أول مرة أجيبها صح، هذا تفتحه ثم تسمع ما هب ودب، انفتحت عليك شبهات الدنيا كلها. فأنت الذين لهم قدم صدق في الإسلام ويعرف دينهم
تأخذ منهم ولا ما تأخذ منهم؟ تأخذ منهم. لما أرى أحد يتكلم فيهم، يعني الشيخ ابن باز الله يرحمه وابن عثيمين لهم قدم صدق في الإسلام وعلم، فكان أحد يناقش مثلا يقول لي أبو محمد المقدسي هذا لو قلت طيب أبو محمد المقدسي صاحبك هذا يكفر ابن باز وابن عثيمين، قال هو تلميذه ما عرفهم عن قرب. قلت ما شاء الله، المجهول يحكم على المعروف على العالم. هذا أبو محمد المقدسي لا نعرفه، مجهول، يمكنه إبليس متصور في صورته ما ندري عنه، ما أحد يعرفه من أهل العلم، وهو يحكم على العلماء الذين لهم قدم صدق في الإسلام. فبعضهم يقول لا بس هو متخصص في هذه المسائل، يعني مسائل الكفر والإسلام يتخصص فيها، والوضوء والصلاة ما يعرفها. هو يرجع إلى هؤلاء العلماء الذين أفتوك في الصلاة والزكاة والصوم والحج، وترجع إليهم في هذه المسائل، ترجع إليهم أيضا في مسائل التوحيد. أما الذي لا يدري هذه فكيف يدري هذا وهو لا يعرف الأصول والأدلة والنصوص، وإنما يخبط خبطا. فمثل هذا يرجع إلى هؤلاء الجهلاء والمجهولين الذين يطعنون في العلماء ويتكلمون في علماء الأمة القريبين والبعيدين. مثل بعضهم تلقاه يتكلم يدرس بعد عقيدة وذا، قال ابن تيمية مشوش في الاعتقاد في العقيدة. شيخ الإسلام ابن تيمية مشوش؟ الله يستر أجل حاجة، لأن ما عندنا شيء نبت إذا كان هو مشوش. فمثل هذا اللي يجرؤ على العلماء هؤلاء أئمة الدين، ولذلك جعلهم كما قال ذاك لا يطعن في ابن تيمية إلا إيش؟ إلا مبتدع أو صاحب هوى. وقال يحيى بن معين والإمام أحمد قيل لا يطعن في أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا مبتدع أو صاحب هوى. وقالوا لا يطعن في عكرمة وحماد بن سلمة، هؤلاء من أئمة عدل اللي نقلوا أحاديث الصفات، ومنها حديث رأيت ربي في صورة تعرفه. قالوا لا يطعن في قتادة وعكرمة إلا مبتدع أو صاحب هوى، وهكذا سيرة هذه. ولا يطعن في الأنصار إلا منافق هي نفسها. ليش الأنصار ما ذكرهم؟ قال الأوس والخزرج، قال الأنصار لأنهم نصروا الدين. فكل من يطعن في الأئمة المجددين والمجتهدين في دين الإسلام الذين يجددون الإسلام في كل جيل فهو منافق، فهو من أهل البدع والأهواء الذين يشبهون المنافقين الذين يطعنون في الأنصار. انتبهوا، هذه سلسلة معروفة. فإذا صار هناك أئمة للدين جدد الله بهم الدين ثم جاء رأيت من يطعن فيهم ويلمسهم، فاعرف أن هذا فيه نفاق وفيه بدعة وضلالة، لأن هذا المجدد ما عرف أصلا حياته الخاصة، ما يعرف إلا دينه وتجديده للدين، هذا الذي عرف. كما الأنصار ما بينك وبينهم بيع وشراء ولا معاملة خاصة، هم الذين نصروا الدين، تطعن فيهم ليه؟ إلا لأنك منافق، ما تريد لهذا الدين النصرة، ولا تريد للمجددين أنهم جددوا الدين وأقاموه وأعادوا قيامه مرة أخرى، وهكذا. فيعرف هؤلاء المبتدعة بلمزهم وطعنهم في المجددين والعلماء المجددين للإسلام الذابين عنه، والله المستعان. حتى بعضهم أسمع من القراءات، أسمع شريط الواحد يقول يكفيك أنك تأخذ القرآن وموطأ مالك ومسند أحمد، لا يضرك ما فاتك بعد ذلك. الكتب الستة دي أحدثوا كلام، قالوا كتب الستة وقالوا الكتب الستة. إيش رأيكم في هذا اللي يطعن في الكتب الستة؟ الصحيحين البخاري ومسلم ده مشايخهم يثنون عليهم بما كتبوه من الكتب الصحيحة، وأجمعت الأمة على صحة كتابيهما. ثم الذي في البخاري ومسلم هو أيضا موجود في الموطأ وفي المسند، الأحاديث بأسانيدهم، وانتقوا الصحاح وعظم شأنهم بسبب انتقائهم للصحة ورفع شأنهم بذلك. تقول لا حسبكم الموطأ والمسند، ليش نكتفي بالموطأ والمسند؟ في موجود في الصحيحين ما لم يوجد في الموطأ والمسند. طيب وصحيحة أحاديث؟ قال لا، وعلم أهل المدينة، وأخذ يعظم أهل المدينة. وقال لا، الناس لما قالوا الحديث وأخذوا يجمعون الحديث، وقعت في الناس الظاهرية يأخذون بظاهر الحديث ولا يصير عندهم فقه. الشيخ من زمان هذه واقع فتنة واقعة. هل اللي بياخذ بالظاهر؟ فيه من يأخذ بالظاهر، وفي فقهاء يبينون للناس ويعلمونهم ويجمعون النصوص ويدلونهم في كل زمان. فبعض الناس يهرف، يطلع من رأسه أشياء ما يدري وش يقول، يريد أن يتكلم بس. فأحد يقول مثل هذا الكلام، يقول لا تأخذون بالكتب الستة. هذا اللي عجز عن الجامعة، ظهر عجز أنه يقراها ولا عجز أنه يتبعها. يا أخي اعترف بأننا مقصرين، ما نستطيع. اعترف بتقصيرك ولا تجعل تقصيرك هو العلم، إنما العلم موجود. اجتهد وتحصل بإذن الله. نعم. حديث نصر بن عاصم. من هو؟ نصر بن عاصم
نصر بن عاصم اللي في المسند اللي قال بايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يصلي صلاتين. طيب ها الحديث منكر يعني، طبعا اسناده فيه كلام، لأن أذكر أن الذين سمعوا منه فيه انقطاع أو شيء من هذا. عن رجل منهم اللي هو الليل. نعم. طيب يعني فيه انقطاع. من هو الرجل ذا؟ فيه جهالات يعني. أقول فيه انقطاع. شعبة عن نصر عن من؟ إيه لكن أقول مجهول يعني أيضا عنده. فأحيانا الجهالة أيضا تؤثر، خاصة في شيء أمر مثل هذا ينفرد به وظاهره نكارة، فهذا يعني فيه نكارة. وعلى ما قلنا هي حادثة عين لا عموم لها، وحادثة العين لا يؤسس عليها مسائل وأحكام. فإن هذا الرجل خاصة قبل منه في أول الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الذين قالوا لن نصلي أو لن نتصدق، قال سوف يتصدقون ويصلون، فدخلوا في الإسلام ثم تصدقوا وصلوا، يعني يأخذهم شيئا فشيئا. فهذا يأخذ شيئا فشيئا، يصلي صلاتين ثم سوف يصلي الخمس يعني، لأنه يقبل من كل أحد، والله المستعان. مثل لما قال عمر لذاك الذي ارتدوا قال ماذا صنعتم؟ قالوا قد فتحت البلاد. قال الذين ارتدوا معكم ماذا صنعتم بهم؟ قالوا قتلناهم يا أمير المؤمنين. قال لو أنكم حبستموهم وأطعمتموهم وذكرتموهم لعلهم يعودون يعني. طيب هذا من القول من عمر اجتهاد يعني، وهو حق، ولذلك حق لهم أنهم يقدرون لأنهم مرتدوا عيا لا يرجع. لكن عمر يريد الصبر عليهم، مع أنه مرتد بين ظهرينك وأنت حابس عندك، حاول معه لعله يهديه الله، ليس مقصودنا أن لازم نقتله، فهذا مقصود عمر يعني. فأيضا هذا قال يدخل في الإسلام ثم شيئا فشيئا حتى يقبل هدى الله بعد ذلك. نعم. وش فيها؟ ما نعم ورد فيها أن من استحق النار يعني يشفع في أقوام قد استحقوا النار فلا يدخلونها. استحقوها يعني وليسوا كغيرهم، يعني بعض الناس استحقوها أشد لذلك دخلوها، لكن في أناس إن لم ترد الشفاعة فيهم سوف يدخل، مثل تشدهم في النار درجات، منهم من تأكلهم النار شيئا من قدميه ثم يأتون يشفعون فيه ويخرج إلى أن يخرجوا من أكلته إلا ذرات الجوف. بعضهم يأتون أكلته النار فيخرجونهم يميتهم الله إماتة ثم يجعلهم في نهر الحياة، فهم درجات في ذلك. فمنهم من لم يدخل النار ولكن يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم مع استحقاقهم لها. هذا ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، تجدها يعني في ما ورد في من أناس استحقوا ما ورد، يقول لم يرد في شيء. وهل أعرف أنها حتى الذين يدخلون الجنة من المؤمنين برحمة الله، وإلا كلنا مستحقين للعذاب ولا لا؟ لو عذب الله أهل السماوات وأرضها هل عذبهم وهو ظالم؟ لا، كلهم مستحقين لأنهم لن يعبدوا حق عبادته. فهؤلاء كم منا بيكون مستحقا؟ فبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوجد أناس بهذه الصفة. فقول شيخ الإسلام تيمية هنا وغيره اللي يعرف أنه له أصل يعني، لكن أنا الآن لم أراجعه، لكن له أصل لا شك في ذلك، لأنه وجد من يدخل الجنة برحمة الله، طبعا نحن ندخلها وليس بفضل أعمالنا. ثم هناك من مستحق للنار لكنه يكون يلحق بهؤلاء بسبب ماذا؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، كما أنه شفع في الذين دخلوا أن يخرجوا منها، فالذي شفع في الذين دخلوا أن يخرجوا منها يشفع في الذين لم يدخلوا ألا يدخلوا، كما يشفع لأهل الجنة في دخول الجنة. الذين يدخلون الجنة بغير حساب من العذاب، وش فيهم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم يعني؟ لا، هو ما ذكر فيها أنه شفع فيهم، ذكر فيها أن الله عز وجل قال هذه أمتك انظر ومعهم 70,000
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ها؟ إيه نعم، قال يدخلون الجنة يعني، بس هذا من تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كأن الله عز وجل قال لن أسوءك في أمتك، يعني أبشر يا محمد، لأن يوم القيامة يقول يا ربي أمتي أمتي، قال لن نسوءك في أمتك فأبشر. انظر، يقول فينظر سوادا عظيما وسوادا عظيما وسوادا عظيما، قال ومع أولئك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فهذا كان بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا شك في الجميع، لأنه سدد وقال أمتي أمتي، قال اشفع تشفع وسل تعطى. فهو الآن في مقام محمود اللي هي الشفاعة الكبرى، لأجل أن يقضى بين الناس ويدخل أهل الجنة الجنة، خاصة أمته في أول الناس. هذه لا شك أنها داخلة في الشفاعة كما مر بنا يعني. والله أعلم. بقي سؤال؟ شيخ ذكرتم في الخوارج منذ القدم عندهم البراءة والولاية شيء ثالث والشفاعة، لا والشهادة. نعم، يشهدون على أولئك بالكفر وعلى أولئك بالإيمان، أيضا يشهدون على من قاتلهم أنه كافر وأنه في النار. أي ذكر هذا الخلال في السنة، الخلال موجود أيضا ذكرها عن السلف، يعني أن هذه من أقوال الخوارج. نعم. يكون موسوس بالعقيدة، قد يمر به الوسواس بالعقيدة، فهل متى يؤخر؟ الوسواس في العقيدة يوسوس في ماذا يعني؟ أنا أقصد إذا كان يوسوس في أن في أمور الآخرة أو يتفكر في الله عز وجل أو غير ذلك، فنقول هذا الشيء اطرده عن نفسك بأنك تستعيذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة يا رسول الله إنه يأتينا الشيطان فيحدثنا أو يوسوس لنا بأمر نتعاظم أن نتكلم به، فقال أو قد وجدتموه، يعني هذا التعاظم أنكم تتكلمون بما يقوله الشيطان. قال ذاك صريح الإيمان، يعني هذا صافي الإيمان. الصريح مثل ما تقول صريح العسل اللي نقي من الشوائب ومن الشمع وغيره فأصبح صريحا، قال هذا صريح الإيمان. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني الشيطان إلى الوسوسة، ما يتعدى الوسوسة، كيده ضعيف. ثم قال من وجد ذلك فليستعذ بالله منه وليقل آمنت بالله ورسله، وليقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أيضا وليقل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لأن ذكر هذا هنا وذكره في أيضا في حديث الآخر اللي قال يأتيك الشيطان ويقول الله خلق كذا وخلق، فمن خلق الله، فمن وجد ذلك فلينتهي. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا يعتري الناس، يأتي للناس، لكن المؤمن يطرده بالاستعاذة وبذكر الله عز وجل. نعم. التقليد في مسائل العقيدة هي يقولون تقليد لكنها هي اتباع، لأن مسائل العقيدة جاءت فيها النصوص صريحة وفيها الكتاب والسنة والإجماع، فلما يأتي أحد يخالف فيها هنا تقع البدعة، لأن هذا مسألة مجمع عليها ليست مختلف فيها، مجمع عليها عند الصحابة عند السلف، فهذه أمور مجمع عليها، فإذا جاء أحد يخالف فيها يكون وقع في البدعة. أما مسائل الخلاف التي مسائل خلافية في الأحكام فهذه لا يقال راجح ومرجوح وخطأ وصواب، لكن الخلاف في هذه الأمور يصير إيش؟ بدعة، شرك، كفر، هكذا. الله المستعان. نعم. لذلك صار أمر العقيدة أهم، يعتنى بها أكثر يعني. طيب هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على النبي. جزاكم الله خير.